السلام عليكم اعزائي المشاهدين، معكم محمد المحلاوي صاحب شركه امجيل الاستثمار الزراعي بالفرافره. معانا معاينه الارض التلاوي. انا قلت لكم الارض ديت 800 متر من اسفلت بفضل الله سبحانه وتعالى. معانا بريمه ومعانا خباطه دلوقتي في الارض. تمام. للناس اللي اشترت بيحفروا لهم، والناس نزلت طاقه واللي بيعمل طرق وشغالين بفضل الله سبحانه وتعالى. انا قلت لكم الارض ديت مزاد قديم، يعني ارض بورق. طبعا النهارده يعني في الفرافره انتوا اي حد بيروح ياخد ارض جديده صعب 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 انك تاخد ارض جديده في الفرافره من الدوله، لان الدوله دلوقتي فاتحه في حته اسمها ابو طرطور، وحته اسمها ابو ايه كده، مش عارف اسمها ايه كده، بعيده جدا يعني. اللي معلش الصوت كان صعب في الارض، فشلت الصوت وحطيت صوت من المكتب. دي صورتي. طبعا زي ما تقولوا الشمس او في ظهري، فوش مسود كده من الشمس، بقى طلع عيني في الارض انتوا عارفين. انا بتكلم بقول يعني الارض ميزه بفضل الله سبحانه وتعالى. شوفوا انا يعني دي جسه اهي، دي جسه من الارض. شوفوا الطفله بتاعتها خضرة بسم الله ما شاء الله. يعني بصوا ناشفه وخضرة وجميله بسم الله ما شاء الله. الاستواء الارض بسم الله ما شاء الله. دي برضو حته تانية تلاقي ناعمه ناعمه، وطفله من الخضراء اللي هي خليط، اللي هي التربه الميكس ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لصاحب النصيب، الله يبارك للي خد، الله يبارك للي هياخد. شايفين الاستواء؟ ما تصرفش حاجه يعني، بسم الله ما شاء الله. الامور سهله بفضل الله سبحانه وتعالى. الناس اللي هي ما خدتش ارض، السعر 15,000 يا محمد. انت كنت تبيع اقل من كده الاسبوع اللي فات. انا قلت لكم من اول يوم الاثنين 5/5 السعر الجديد 15,000 للفدان. طيب يا محمد، انت كنت بتبيع اقل من كده. ما انا قلت لكم انا مش لوحدي في الارض، انا كل حاجه باسمي، وانا اللي ببيع وانا اللي بكتب عقود وانا اللي بعمل كل حاجه، بس انا معايا شركات وهم حاسسهم اكبر مني، وبناخد باغلبيه الاصوات. بالنسبة للناس اللي خدت خلاص. طب اللي هي دفع عربون ولسه ما كتبتش عقد، اعتبر كاتب عقد، كلمتي هي عقد. ليه؟ لان انا ببلغ الشركات يا جماعة انتوا هتعملوا كده. في ناس دفع عربون، وفي ناس جت شافت وقالت لي باذن الله هنيجي يوم الجمعة نتعاقد. الناس دي خلاص انا اديتها وعد، يعني هي هتيجي يوم الجمعة تتعاقد بنفس السعر القديم. كل اللي عمل معاينة وكل اللي دفع عربون خلاص. كل اللي هو قال لي يا استاذ محمد خلاص الاسبوع الجاي هاجي اتعاقد معاك، خلاص خلص الكلام. بالنسبه للناس اللي هي ما جاتش شافت معاينه والناس اللي هي ما اتكلمتش معايا، السعر من اول النهارده، لكن اللي اديته كلمه خلاص. لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعهود ان العهد كان مسؤولا. يعني ايه؟ انت هتتسأل على العهد، العهد زي العقد. خلاص اوفوا بالعهود، يعني الراجل بيتربط من لسانه. مفيش حاجة طالما انا اديتك كلمة انا مربوط وانت سايب. كل اللي اداني وعد بالشراء انا مربوط وانت سايب. بس خلي بالك الوعد بالشراء لحد 5 ايام كمان. النهاردة الحد مسموح لك لحد يوم الجمعة او السبت 6 ايام. بعد كده خلاص كل سنة وانت طيب. ليه؟ لان انا لو اديتك، انا قايل لزملاتي او لشركاتي ان احنا باذن واحد احد الناس دي خلال اسبوع هتتعاقد. طب لو انت اتاخرت عن اسبوع شركات هتقولي لا ده انت جايب ناس تانية وعايز تعمل مصالح من ورايا، وانا يهمني شركات لانها بنخلص مشروع نخش في مشروع. بفضل الله سبحانه وتعالى ارض التلاوي ورزق عليه وفير، لانها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده بسم الله ما شاء الله. ربنا رضانا منها بسم الله ما شاء الله، لان احنا كنا واخدينها حنينه قوي بفضل الله سبحانه وتعالى. والاراضي ارتفعت جدا، ارتفعت جدا جدا. يعني انا قلت لكم من حوالي شهرين 3 رحت اجيب ارض في ابو منقار انا وواحد شريكي، ندور ارض هناك على اساس يبقى عندنا جنب الفرافره، وعندنا في التلاوي، وعندنا في ابو منقار، وعندنا في سهل بركه، فيبقى عندنا في كذا مكان. فبتاع ابو منقار قال لي ب 35,000. قلت له ده انا ببيع اقل لك من كده بتلت كده. ازاي ب 35؟ قال لي لا ب 35. القيمه الايجاريه الجديده ب 12,000. بص وانا يا جماعه ارضي الخير، ايجارها الارض 1000 اللي ونص. تحت انا اهي دي ارضي دي قيمه ايجاريه تمام. 1700. شايفين بسم الله ما شاء الله. دي الارض هنا اهي، حفره اهو يجي الارض 20 اللي متر تحت لتحت.
بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. التربه يعني ولا كلمه، ولا كلمه. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لصاحب، الله يبارك لصاحب النصيب. ولا كلمه، بسم الله ما شاء الله. التربه في ولا ناس كلمه. هتقول لك اعمل انا قلت لكم جسه، ما قبل هو كده ان محفور احنا اهو كنا رايحين 20 نشوف متر ارض اهو في ولا 30 متر في اهو. اسمها ايه عشان جسه نوسع ايه اهو، مشاريعنا. اهو والراجل قال ب جسه 35، 20 متر اهو. يعني 35 الله ألف يبارك لصاحب النصيب، فابو ارض. احنا كنا الله هنتجنن، يبارك لصاحب شريكي النصيب. هيتجنن. ازاي احنا خلاص بنبيع الله يبارك بالاسعار لصاحب دي؟ النصيب. يا الارض عم استواها قلت زي له ما انتم شايفين خلاص يا كده، عم الحاج، بسم الله ما لا شاء الله. يتحرك متحرك ولا تربتها يسكن من ساكن تحت الا بعلم من الله وباذنه. كل واحد خد حاجه، تمام. هو مكتوباله. انت عملت اعلان بحاجه ما تقدرش تغير السعر الا ما فتره العرض تنتهي. فترة العرض انتهت وده سعر جديد. طب السعر الجديد ده لحد امتى يا محمد؟ لحد العيد الكبير. طب بعد العيد الكبير والله اذا حصل تعويمات او زيادة في الاسعار هنزود، ما حصلش حاجة مش هنزود حاجة. ده الناس اللي هي بتحفر بريمة اهي، شايفين البريمة ورا انا مصورها اهو. يبقى الارض قدامك باينة، 15 كيلو من الفرافرة، 6 كيلو من قرية عثمان بن عفان، 800 متر من الاسفلت. انت شايف التربة قدامك اهي، الجسة. الراجل اللي هو جه بيعاين بيحفر فيها اهو، بيحفر فيها. هو فيه الحاج ثروت مسافر بره، جه عاين التربة ووعدنا بالشراء وبعت عياله برضو عشان ايه، راجل بيقدر عياله، وعياله في الارض اهي وهم بايتين ان شاء الله باذن واحد احد. ربنا يرضيهم ويرضينا ونتعاقد تمام بفضل الله سبحانه وتعالى. زي ما انتم شايفين التربه كده، زي ما انتم ابن الحاج ثروت ده، زي ما انتم شايفين التربه بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لعم ثروت ويبارك للي خد ويبارك للحاجه. يعني انا مش هقول اسم منها التاني هقول في الفيديو القادم، لان هي بسم الله ما شاء الله عايزه تعمل مسجد وتعمل حاجة تانية، مدرسة دينية اللي هو أزهر، وتتبرع بيهم للأزهر. تتبرع هتعمل أزهر في الأرض، مدرسة أزهرية في الأرض تتبرع فيها للأزهر. على فكرة في مشروع اللي هو مشروع الخير بعد ده ب10 كيلو، في شركة من اللي هي بتعمل إعلانات في التلفزيون واخدة مني 2000 فدان، وبتعمل مشروع النخل. ووقفوا النخل هتعمل مستشفى لغسيل الكلوي. حتى بقول لهم يعني هتبقى ده 20 كيلو من الفرافره هتبقى. قال له طب وايه يعني مستشفى اللي هتعمر كلها هتعمر يا استاذ محمد. وبسم الله ما شاء الله حواليهم اتزرع نخل وحواليهم اتزرع حاجات. شايفين العربيه معديه على الاسفلت اهو، 800 متر اسفلت. احنا عاملين طرق برضو في اهي، شايفين واحنا بنعمل الطرق بتبان التربه اللي تحت خضره وصفرة اهي. شايفين التربه من تحت بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لصاحب النصيب. المهم الحاجه ديت اللي هي ان شاء الله باذن الله هتيجي الاسبوع اللي جاي، عايزه تعمل مستشفى، عايزه تعمل مدرسه بس لتحفيظ القران الكريم، فمدرسه ازهريه. قلت لها وانت لو عملتي باتين يعني 5 6 بيوت حواليها انا اجيب لك موافقه قريه، وتبقى اللي هم البيوت دي مثلا تتأجر، تتعمل حاجة بحيث ان يبقى في حد يخش الازهر ده، يعني يبقى فيه نواة من الناس ليه. انا بحفر بالتربة برجلي اهو، في التربة برجلي من غير لودر ولا حاجة، بتطلع اهي تربة خضرة بسم الله ما شاء الله من تحت. المشروع التلاوي ده انا يعني مش عارف اقول مشروع الخير، مشروع السعد، مشروع الرحمة، مشروع هو ارخص ارض في الوادي الجديد. يعني انا بعد ما غليت دلوقتي بقت ب15، كانت قبل كده ارخص من كده. فاشوفوا ال15 والله هنا اقسم بالله العظيم بيقولوا عليا لهبل. بس طبعا احنا كسبانين، وكسبانين حلو قوي كمان بفضل الله سبحانه وتعالى. الشركه محققه مبيعات وارباح الربع الاولاني من السنه دي بسم الله ما شاء الله. يعني اللهم لك الحمد والشكر، وارزق كل الناس يا رب العالمين، وخاصه اللي بيهاجمونا واللي هم شايفين ان احنا يا جماعه هي ارزاق والله، اقسم بالله العظيم ما شطار، هي ارزاق. وعايز اقول للمنافسين المكسب مش في البيع، المكسب في الشراء. اشتري صح، افضل دور، مش اي حد يعرض عليك حاجه تشتريها. دور مره واثنين وثلاثه، ودور على حاجه قريبه من طرق وقريبه من خدمات وبسعر حنين، هتلاقي
هتلاقي. ما تخيبش في الشراء وبعدين تيجي تبيعها تدلل عليها. يعني انا لو كنت اشتريت في ابو منقار ب 35,000 كنت هبيع ازاي؟ فشريكي بيقول لي نقول له ب 20، قلت له لا طبعا مش هيرضى، هيقول لي اطلع بره. فلو هي مثلا سعرها قريب كنا اتكلمنا في 1000 في 2، لكن هو بيغلي الراجل خالص. 35,000 هقول له بكام؟ فطبعا اتكسفنا منه وقلت له هرد عليك، ورحت جاي خالعين. فالمكسب يا جماعه في الكلمه يعني الدقيقه اللي جايه دي للتجار والناس اللي هي يعني المستثمرين، اللي هو بيدور رأس مال سريع، بيشتري أرض ويبيعها. مكسبك في الشراء مش في البيع. انت عشان تقدر تنافس لازم تجيب منتج بسعر حنين عشان تعرف تبيع في السوق. يعني مش شطارة من محمد المحلاوي، لا، انا بقعد بلف بعربيتي ليل نهار، يعني ممكن افضل الف شهرين 3 عشان اشتري بيعة. طب هتقول لي يا محمد انت عندك صبر رهيب، ما هو كده، واشتري بيعة حلو بقى افضل ابيع فيها 6 اشهر سنة، ربنا يرضيني وراضي شركاتي. فهي المنافسين يعني اللي محروق دمها اللي بيبيعوا في الواحات الفدان الوضع على اليد ب 30,000 ويلاقوني انا هنا ببيع ب 15,000 ارض بورق، فبيتجننوا. والناس اللي حواليها طبعا هنا اما يقول لك ب 20 وب 30 وب 25 وب 35 وب 40، ويلاقوا واحد بيبيع ب 15 او ب 12 او ب 10، فبيتهبلوا، لا ده سريعها ده ولا ايه؟ فاللهم لك الحمد والشكر. السعر ب 15، وشركاتي عايزين يبيعوا بعد العيد ب 20 عشان نبقى متقاربين مع السوق. انا اوعدكم ان انا هحاول اثبت السعر ده شهر 2 3 على قد ما اقدر، بحيث ان احنا ما نطلعش، وباذن الله يخلص ارض التلاوه كلها على 15 بفضل الله سبحانه وتعالى، وال20 بقى تبقى الايه المشروع اللي جاي. يعني ان شاء الله هثبت ارض التلاوي على 15، مش هتزيد بفضل الله سبحانه وتعالى. هعمل محاولات وعلى فكره انا بحب اقنع حد بصلي اقول لك على السر، هصلي وادعي اللي هو لما اقعد معاه ربنا يهديه علي واقدر اقنعه بوجهه نظري. فربنا ييسر الحال ويفضل السعر على كده 15,000. الارض يا جماعه بفضل الله سبحانه وتعالى انا هجيب لك الخباطه. لو انت عايز تاخد 100 فدان بجيب لك خباط ليك بير خباط، تاخد 200 فدان ليك بير بريمه، تاخد 500 فدان انت بقى معروف البير بريمه 200، يعني ممكن تعمل بيرين بريمه وبير خباطه. الوش الميه هنا يا جماعه في الحته دي بسم الله ما شاء الله 95، وفيه ناس اشترت قال لك 100، وفي ناس قالت 105. بس انا يعني ايه، انا متمسك بال95. ممكن اصل الارض واسعه، ممكن يكون الحته ديت عشان هو عمل البير فوق مرتفع فزاد 5 متر ولا حاجه، فانا يعني متمسك بان وش الميه هنا 95. تمام. اللي هو اشترى لقى وش الميه 100 او 105 ده قصه تانية. لان هو الراجل اللي بيعمل بريمه بيقول لك انا هعمل لك فوق اعلى حته، فانا متمسك ان وش الميه كده. طيب الملوحه يا جماعه هنا في الارض التلاوي ملوحه الميه 350 جزء في المليون. في صور بتبان كده في الفيديو الناس اللي شاريه مننا وزرعت، وطبعا في ناس شاريه مننا وركبت طاقه، وفي دلوقتي بير خباطه شغال، وفي بير بريمه شغال بيتحفروا بفضل الله سبحانه وتعالى في المشروع ده. فيساعدك يا هناك يا اللي هتاخد في الارض الجميله الحلوه دي، الارض اللي استوائها بسم الله ما شاء الله ده، يساعدك يا هناك يا اللي هتاخد من محمد المحلاوي اللي هو اسود في الصحراء وبقى بالمنظر ده. انا والله العظيم كنت ابيض خالص بس انا شغال على طول مع المعدات، يا اما بعمل فيديو يا اما ورا معده، يعني انا تنفيذي شويه، ما احبش قعده المكاتب. ممكن تلاقيني اقعد نص ساعه بس لو كتابه عقد، يعني اروح اشوف الباسم في المكتب بس من اللي جه من اللي راح، لكن انا مش بتاع قاعده خالص. شايفين التربه بسم الله ما شاء الله. يساعدك يا هناك يا اللي هتاخد في الارض دي، يساعدك يا هناك يا اللي خدت في الارض دي. الله يبارك للبائع، الله يبارك للمشتري، الله يبارك لكل الحبايب. طولت عليكم في الفيديو ده معلش. مكتبي في الفرافرة في ميدان الشاشة، شركة MG الاستثمار الزراعي معروفة، في انتظاركم معاينات يومية. كان معكم أخوكم محمد المحلاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.